بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم النهاردة معانا في فيديو جديد وفكرة جديدة. فكرة النهاردة مختلفة شوية وبتتباع كمان غالية جدا، فتعالوا بينا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. زي ما اتعودنا مع بعض بحب أعمل باترون معاكم عشان نمشي على أساس سليم للفكرة. معايا هنا شكل مثلث زي ما انتوا شايفين، القاعدة بتاعته 8 سنتي. طلعت من نص ال 8 سنتي بارتفاع 15 سنتي وقفلت المثلث. فرغت مثلث تاني جواه، سبت مسافات نص سنتي من كل جنب، من الجنب اليمين والشمال والقاعدة بتاعة المثلث، ورسمتها بالقلم وبعد كده فرغتها. عملت لنفسي باترون عشان زي ما قلتلكوا امشي عليه. انا هنا خدت الباترون حطيته على الكرتون وبدأت اعلم كده بالقلم زي ما اتعودنا برضو مع بعض. وبعد كده بدأت ان انا افرغ المثلث اللي في النص ده، انا مش محتاجاه. تمام. هبتدي اخد معايا الكرتون وهبتدي اغلفه بالفوم. هفرغ كمان زي ما انتوا شايفين كده الجزء اللي في الوسط ده برضو. عايزة المثلث يكون متغلف بالفوم بس. انا هنا اقدر استخدم اي خامة انا عايزاها بالطريقة اللي تناسبني واللي احبها. حلو كده. طبعا الفكرة زي ما قلت لكم مختلفة ومميزة وبتتباع غالية جدا، يعني هي بتتباع ب250 جنيه. احنا النهاردة هنعملها تقريبا كده حاجة ما تذكرش، وهنشوف مع بعض ازاي. انا هنا بعد ما زي ما انتوا شفتوا فرغت المثلث بتاعي. جبت معايا اللي هو شريط الاستراس عشان نبتدي نقفل بيه المثلث من جوه ونغطي الكرتون كمان. عندي هنا ده قماش اورجانزا او ستان او دانتيل او تل، او ممكن بلاستيك شفاف. لو ما عنديش كل الكلام ده اقدر ان انا اعمل بيه الفكرة. قصة جزء كده صغير، وزعت بتاعي اللزق بتاعي على اطراف المثلث، وهبتدي ان انا الزق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اللي عندكم تقدروا تقفلوا بيه البوابة او المثلث بتاعنا. طبعا اتمنى تتابعوني للاخر، الفيديو فيه تفاصيل كتير وبقول حاجات كتير وايه البدايل زي ما احنا برضو متعودين. فاتمنى تتابعوني للاخر. مجهزة معاكم كده زي ما انتوا شفتوا 6 مثلثات بألوان مختلفة. ممكن يبقى لون واحد، ممكن استخدم اي حاجة تاني، اللي انتوا عايزينه. بس انا حبيت ان انا اعمله بشكل كده مختلف ومبهج، فان شاء الله يعجب حضراتكم. انا هنا دلوقتي هبتدي اجمع المثلثات بتاعتي. كل اللي انا هعمله هنسقهم الاول بالطريقة اللي انا عايزاها. يعني لو انت هتعمليه بنفس الشكل كده في كذا لون، نسقي الالوان الاول وبعد كده ابتدي الزقي. انا هنا هبتدي الزق كل مثلث جنب التاني، وابتدي امسك برضو كل مثلث لحد ما ينشف عشان اتاكد انه ثبت معايا. وبعد كده بديله مسحة من اللزق من الداخل علشان يثبت معاكم كويس جدا. مسحة كده خفيفة من جوه. وبكمل نفس الطريقة بنفس الترتيب لحد ما اخلص الجزء بتاعي كله. الفكرة لحد دلوقتي زي ما انتوا شفتوا ما فيهاش اي حاجة ولا فيها شغل كتير ان شاء الله. يعني انا بس ماشية معاكم واحدة واحدة، عشان في ناس بتقولي بلاش اسرع الفيديو لاني بيبقوا حابين ان هم يشوفوا الفكرة بس بالراحة. بحاول كمان ان انا اختصر لكم بقدر الامكان. خلصت كده معايا ما شاء الله. الشكل عندي اللي بعد كده او الباترون، عندي هنا القاعدة بتاعته 8 سنتي. طلعت من نص ال8 سنتي بارتفاع 7 سنتي، وقفلت كمان عرض تاني 5 سنتي. وبعد كده بقفل الجوانب ملهاش اي مقاسات، وزي ما اتعودنا هسيب برضو مسافة نص سنتي من كل جنب، وابتدي ارسم الشكل ده جوه نفسه تاني. حلو. وهفرغه واخده برضو اعمله باترون ليا على اساس ان انا اشتغل بيه باقي كل الاجزاء. وهحطه على الكرتون وهبتدي ان انا اعلمه وهقصه زي ما عملنا الخطوات في نفس المثلث. شلنا الجزء اللي احنا مش محتاجينه من الوسط، وهجيب معايا برضو قطعة الفوم بتاعتي او الخامة اللي انا حابة اغلف بيها، وهبتدي ان انا اغلفه. وزعت اللزق ومسحته كده فردته عشان خاطر يلزق معايا كل الجزء، وهشيل اي زيادات معايا. اداني الشكل ده. هبدأ دلوقتي كمان ان انا اجيب نفس يعني شريط الاستراس، ابتدي ان انا اقفل بيه الاطراف بتاعة الشكل بتاعي. طيب انا لو عندي خيط وحابة اعمل بيه، ممكن لو عندك لون خيط يناسب الشغل برضو ممكن تعملي بيه. لو ما عندكيش استراس تقدري تقفلي الجزء ده باي حاجة. حتى لو هقص شريط من الفوم رفيع اقفل بيه برضو مفيش مشكلة، هيطلع معاكم برضو كويس. خلصت كده وهبدأ كمان اجيب جزء اورجانزا واقفل بيه القطعة بتاعتي دي. وبشوف كده لو طبعا بعمل بدي لنفسي مساحة، يعني بزود في القماش شوية وبقص الزيادة بعد ما بخلص. خلصت كده. ودي البوابة بتاعتي
برضو محتاجة 6 أجزاء بنفس ترتيب الألوان، بس أنا هنا هعمل عكس الألوان. يعني أنا هناك شوفوا أنا ابتديت بلون ايه، أنا هنا هعمل العكس اللي ابتديت بيه هناك ووصلت للنهاية بيه، لا أنا هعمل العكس بتاعه وابتدي بيه. خلصت وببتدي برضو نفس الخطوات، بلزقهم جنب بعض واديهم مسحة من الداخل عشان يبقوا ثابتين كويس. وخلصت الجزء بتاعي بالطريقة دي، ده كده شكل سداسي وقفلته بالشكل دوت. بصوا انتوا هناك لو شفتوا الترتيب كان ازاي، هتلاقوا هنا الترتيب مختلف عن هناك، فحابة اقول لكم على الجزء ده عشان لما اجي اركب الجزئين على بعض ما تبقاش الالوان فيها اختلافات. هاخد بقى الجزء الاخير اللي عملته احطه على الكرتون وابتدي اعلم من الناحية الصغيرة مش من الناحية الكبيرة. لو لاحظتوا الشكل السداسي مدي في ناحية كبيرة وفي ناحية صغيرة، انا هاخد الناحية الصغيرة هي دي اللي انا محتاجة ان انا اعلمها واقص قطعة كرتون على قدها. هاخدها اغلفها بكرتون المراية او اللي هو بتاع علب الحلويات، وهبتدي ان انا اغلفها. وطبعا فرغت فيها مكان وحدة الاضاءة او دايرة صغيرة، يعني مش شرط وحدة الاضاءة لان انا هحط فرع نور في الفكرة بتاعتي عشان تبان معايا اكتر. ثبت معايا كده الجزء دوت ومسحت كده شوية من اللزق عليه عشان يثبت كويس. جبت اخر جزء معايا ايه 8 سنتي، الارتفاع بتاعه من النص، طلعت من نص ال8 سنتي بارتفاع 3 سنتي، وقفلت معايا 5 سنتي من فوق وقفلت الجنبين. بس كده مش اكتر، ده انا مش هفرغه، ده انا سايباه سليم. وهبدأ ألزقهم زي ما لزقنا الأجزاء اللي فاتت. بقى معايا الشكل دوت تمام. هاجي بقى دلوقتي بعد ما اتأكدت ان هما لزقوا تمام كده بالطريقة دي، هاخد بقى القاعدة والمثلث، يعني الجزء اللي عملناه الأخير هلزقه على بالشكل ده بالمقلوب. يعني لو لاحظتوا أنا لزقاه بالمقلوب ماشي. بعد ما لزقته هبتدي احط كده شوية يعني شمع من جوه زي ما انتوا برضو هتشوفوا بالشكل دوت عشان اقفل الفراغات بتاعة الكرتون دي. بقى معايا ما شاء الله تحسوا ان هو طبق كده تمام. هاجي كمان هنبتدي بقى نغلف او نركب اخر جزء بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت كده. هوزع اللزق بتاعي والزقه. انا هنا يعني تقريبا فكرتي خلصت، بس فاضل فيها حاجات بسيطة خالص هنشوفها دلوقتي مع بعض. زي ما انتوا شفتوا الفكرة جميلة وبسيطة، اتمنى بجد تعجبكم، مختلفة كمان، بتتباع غالية زي ما قلتلكوا. شفتها ب250 جنيه الحجم الكبير، والحجم الصغير منها ب225. فانا حبيت اعملها معاكم مختلفة ومميزة بجد. خلصت كده ما شاء الله. بصوا هي حاجة لا هي فانوس ولا هي مش عارفة، هي حاجة مختلفة. يعني ممكن نقول شكل فانوس بس بطريقة مختلفة. برضو حاجة او الفانوس ده فكرته بيديني كده حاجة برضو على حاجات زمان مش الحاجات الجديدة خالص. جبت عندي ده خيط مكرمية بس مطلي بالفضي، وهبتدي ان انا افنش بيه بقى الاطراف او الفواصل اللي ما بين كل جزء والتاني. طبعا ده لازم نحط يا اما شريط استراس يا اما لو خيط زي ما انتوا شفتوا بالطريقة دي. ليه؟ عشان هو ده اللي هيجمل لي باقي الفكرة ويديني شكلها يبان معايا، وفي نفس الوقت اغطي الكرتون لان الكرتون شكله مش هيبقى لطيف او لو سبت الجزء ده كده. وهبتدي كده ان انا ايه بمشي باللزق بتاعي وابتدي امشي احط عليه الخيط واضغط عليه كويس جدا زي ما انتوا شفتوا بالطريقة دي. انا همشي كل الخطوات عشان بقى ما اطولش عليكم اكتر من كده. همشي كل الخطوات بتاعتي على الاطراف كلها، وكمان على الاجزاء اللي احنا شايفينها دي في النص ومن تحت. حلو كده. عملت يد برضو من نفس الخيط، يعني وانا بعدي من الطرف التاني طلعت بحتة بس زيادة وقفلت حواليها كده شوية من الخيط. بصوا ما شاء الله البهجة والجمال والبساطة. وبصوا ما يعني ما شاء الله تبارك الرحمن مفيش فيها كلام. بجد مبهجة جدا، حتى ما فيهاش نور والله مبهجة جدا. عايزة اقول لكم على الطبيعة اجمل بكتير. حطيت فيها فرع نور بالكهرباء زي ما انتوا شفتوا. برضو مخليها حاجة تاني. اتمنى بجد الفكرة تكون عجبتكم، ويا ريت تنفذوها ان شاء الله وتقولوا لي عملتوا ايه لو هتعملوها. بس كده دي كانت فكرة النهاردة. اتمنى ما تنسوش اختكم باللايك والشير والاشتراك في القناة. بحبكم في الله.
شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.